إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفصح من نطق بالضاد وأبلغهم بيانا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ويقول الله تبارك وتعالى عن كتابه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الإمام أحمد بن فارس رحمه الله تعالى أبو الحسن، مبيناً أن الله تعالى اختص القرآن بالبيان العربي، قال رحمه الله: فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان، أن جعل اللسان العربي لغة القرآن، علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. إن اللغة العربية شعار الإيمان ولغة القرآن الكريم، فهي أفضل اللغات وأكملها وأعذبها، واللسان العربي ترجمان الدين وكتابه المبين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. يقول الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: إن هذه العربية لغة دين قائم على أصل خالد هو القرآن الكريم، وقد أجمع الأولون والآخرون على إعجازه بفصاحته، إلا من حفل به من زنديق يتجاهل أو جاهل يتزندق. عباد الله، فالقرآن الكريم سر هذه اللغة وحياتها، وبه شرفت وعظمت. أيها الناس، إن فهم القرآن والحديث والفقه وسائر علوم الشرع فهما صحيحا سليما يتوقف على فهم اللغة العربية وإدراك أوضاعها واستعمالاتها ومعانيها وأساليبها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، أي جعلته عبرة لغيره وأوقعت عليه العقاب. وروي أن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى كان يقول: العلم بالعربية
هو الدين بعينه. فبلغت مقالته إلى عبد الله بن المبارك فقال رحمه الله: صدق، لأني رأيت النصارى قد عبدوا المسيح لجهلهم بها، أي لجهلهم بلغتها، فوقعوا في التحريف والتبديل. وكذلك اليهود قتلة الأنبياء والأبرياء تلاعبوا بالحروف والألفاظ فوقعوا في غضب الرحمن، وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. واليوم يشربون من كأسها ويتذوقون مرارتها، أي الذلة والمسكنة، بأيدي إخواننا المجاهدين في فلسطين نصرهم الله. يقول الله تعالى عن اليهود: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. لم يكلفوا كثيرا، والأجر والثواب نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لكنهم قوم بهت، لكنهم قتلة الأنبياء والمرسلين، فبدلوا وغيروا وقالوا حنطة وقالوا حبة في شعير استخفافا بأمر الله تعالى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فماذا كانت النتيجة؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فاللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم أنزل عليهم غضبك بقدرتك، فإنك لا يعجزك شيء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله قاهر المتكبرين والمتجبرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد من جاهد بلسانه ويده المشركين والكافرين. وبعد، أيها المؤمنون، إن فئامًا من الناس أشربت قلوبهم الثقافة الغربية والحط من اللغة العربية، يزعمون أن الحضارة المادية لا تبنى على اللغة العربية ولا تبنى بها، ويزعمون أن التطور العلمي لا يدرك بها، وأنها أي العربية عائق عن اللحاق بالغرب في مجال العلوم والتقنيات. أمثال هؤلاء المنكوسة فطرهم، المعكوسة قلوبهم وعقولهم، يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم الإمام الإبراهيمي محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، فيقول: إن العربية لم تخدم مدنية خاصة بأمة، وإنما خدمت المدنية الإنسانية العامة، مدنية الخير العام والنفع العام، ولم تخدم علما خاصا بأمة، وإنما خدمت العلم المشاع بين البشر بجميع فروعه النافعة. وقد كانت هذه اللغة في القرون الوسطى، يوم كان العالم كله يتخبط في ظلمات الجهل، هي اللغة الوحيدة التي احتضنت العلم وآوته ونصرته. انتهى كلامه يرحمه الله. أيها المسلمون، ليس الشأن فقط في تعلم العربية أو الإشادة بفضلها وعلو مقامها ومكانتها، لكنها الحرب على الإسلام في صور شتى، منها الحرب على اللغة العربية. والحرب على اللغة العربية سبيل سلكه الغزاة المحتلون الصليبيون، ولا يزال أذنابهم وعبيدهم يلوكونه بألسنتهم للطعن في لغة القرآن ومحاربة انتشارها. يقول أحد قادة المحتلين الذين جاءوا ليحتلوا الجزائر وليقتلعوا الإسلام من جذوره كما يزعم اليهود اليوم أنهم سيقتلعون المقاومة والجهاد من غزة، وكذبوا. إنهم لم يتعظوا بمن كان قبلهم،
بالمحتل الصليبي الفرنسي حين حاول أن يقتلع القرآن والإسلام من أرض الجزائر، حين أراد أن يقتلع اللغة العربية من ألسنتنا، لكنهم فشلوا وصار تدبيرهم تدميرا عليه. يقول أحدهم: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم وأن نقتلع العربية من ألسنتهم. هكذا كان آباؤنا وأجدادنا يتعلمون القرآن واللغة والتاريخ، لأنها من مقومات الهوية الإسلامية الجزائرية. واليوم إخواننا في فلسطين وقد شاهدناهم في مساجد غزة كيف يقرؤون القرآن ويتخرج الحفظة، بل إن من المجاهدين كتيبة تسمى كتيبة الحفظة لا يدخلها إلا من يحفظ القرآن وإلا من يقوم الليل ويصلي لله رب العالمين. فكيف يغلبوا؟ كيف لعدو ماضيه قتل الأنبياء وحاضره ومستقبله قتل الأبرياء أن يتغلب على طائفة مؤمنة التجأت إلى ربها واعتصمت بكتابه؟ أيها المؤمنون، إن كل حرب يديرها أعداؤنا وعملاؤهم للفصاحة واللسان والبلاغة والبيان إنما هي حرب لأصلهم، لأصل اللغة وأصل البيان وأصل البلاغة وأصل الفصاحة، حرب على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تارة بالطعن فيها وتارة بالتشكيك في نجاعتها في العلوم، وتارة بتحريف معاني الألفاظ ليحرفوا معاني القرآن بعد أن عجزوا عن فعل أسلافهم الذين حرفوا ألفاظه. إن اليهود والنصارى استحفظوا كتبهم فلم يحفظوها، ولما تولى الله عز وجل حفظ كتابه وعلم الكفار أنهم لا سبيل لهم إلى تحريف ألفاظ هذا الكتاب لجأوا إلى حيل أخرى، منها الطعن في اللغة العربية، منها تحريف معاني القرآن، واستعانوا على ذلك بأناس قلوبهم قلوب كافرة بالله، وألسنتهم يظنها السامع أنها تدافع عن دين الله. فكم من حركات باطنية وأفكار هدامة نخرت في الإسلام وفي لغته باسم تجديد الدين وباسم التفسير المعاصر الحداثي بأسماء براقة هدفها شيء واحد ويجمعها شيء واحد، إنه الطعن في دين الله وخدمة المستدمر الصليبي. أيها الناس، إن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية كل أحد في ظل الصراع على الهوية الإسلامية، فاللغة أحد المقومات والأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي المتماسك، فالدين قلبه أي قلب المجتمع، واللغة لسانه وقالبه. إن التآمر على اللغة العربية وإضعافها في النفوس وإشاعة القول أنها ليست لغة علوم وتقنية لهو من الأساليب الماكرة للتخلي عنها واستبدالها بغيرها. إن كثيرا من العلوم التي يتفوق بها الغرب علينا اليوم وعليها بنيت الحضارة الغربية إنما وصلتهم أي للغرب عن طريق اللغة العربية، عن طريق معاهد الأندلس وشمال إفريقيا والشام، ولكن ضيعنا علومنا ومجدنا بتضييع لغتنا. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، فجدوا واجتهدوا وفي حفظ لغتكم ودينكم فاعملوا، واعلموا عباد الله أنها الحرب على الإسلام وليست نظرية مؤامرة، إنها الحرب على الإسلام في قرآنه، في لغته،
في أرضه في كل مقوماته، وغزة العزة وفلسطين الإسلام شاهد على ذلك. وإن الله تعالى ناصر جنده، فكونوا أنصار الله وجنده، كل من موقعه ومن منصبه ومقامك. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر حيث أقامك في الدفاع عن الإسلام، والدفاع عن القرآن، والدفاع عن السنة، والدفاع عن اللغة العربية، والدفاع عن الأمة الإسلامية، كل من موقعه ومنصبه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، 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 اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم اليهود الغاصبين. اللهم انصرهم وانصر بهم الدين، اللهم انصرهم وانصر بهم الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.